قلت ما ينفعش افوت اللحظه دي ابدا، وافوت صلاه العيد كده من غير ما اخد منها لقطه، بحيث انها تبقى ذكرى عندي في القناه كل سنه ان شاء الله. اوثق كده صلاه العيد، وربنا يعيد علينا الايام بالخير والسعاده يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم في اسعد حال يا رب. تعالوا بقى عيشوا معايا اول يوم العيد كده بتفاصيله، وهقول لكم كل حاجه حصلت فيه من اليوم اللي قبله كمان، من اخر يوم الوقفه يعني. كل حاجه هحكيها معاكم كده ونفضفض مع بعض. يعني سبحان الله، الواحد بيبتدي اليوم كده عادي، فجأة ممكن تحصل أي حاجة تشقلب كده موازين الدنيا كلها. والواحد لازم يحمد ربنا على النعم اللي هو فيها، أيا كان كل حاجة في حياتنا نعمة. والله العظيم بجد في حاجات مش ممكن نكون حاسين بيها، بس لما في لحظة تتحرمي منها حتى لو حاجة بسيطة جدا، بتحسي ان هي لا، كانت فعلا نعمة في ايدك وانتي ما حسيتيش بيها. الاول بس قلت ابدا معاكم كده بصلاة العيد، وانقل لكم كده الجو ده. اكيد طبعا كل الناس اللي صلت العيد بتبقى حاسة باحساس كده غريب، سبحان الله. في صلاة العيد حاجة كده مميزة. واصلا هو العيد صلاة العيد، هو صلاة العيد ده اهم حاجة في العيد كله. بعد كده بقى الناس بتروح تذبح وكده زي ما انتم شايفين. على فكرة انا كده كنت عند ماما، ما كنتش في بيتي. واحكي لكم كده كل حاجه. انا اصلا ما كنتش عامله حساب ان انا هاجي دلوقتي خالص، كان المفروض هاجي وقت تاني. بس الحمد لله على كل حال طبعا. فكده في جنبها في محل جزار كده كبير، او زي ما انتم شايفينه كده. الناس بقى عماله تذبح، وبتبقى الناس عماله تتفرج في الشارع، بتبقى حلوه جدا وفرحه. والاطفال بتكون فرحانه قوي بالجو، هي شايفه العجول وشايفه الخرفان والحاجات دي، عزكم الله. فبتبقى جميله كده وفرحه حلوه قوي. تعالوا بقى كده نبدأ من يوم الوقفة. طبعا انا كنت نزلت لكم فيديو اللي هو بتاع روتين الوقفة والترويق وكده. كنت هنزل لكم بعديها بقى الفيديو بتاع روتين فرش الشقة بعد ما خلصت كل حاجة يعني، واللي هو فرش العيد بقى وكده. فكنت هصور لكم الفيديو ده، بس الحمد لله ان ربنا ما رش ان هو ما كملش يعني. فالمهم ان انا كنت بوريكم كده فرش السراير. فرشت الملايات اللي لونها الاحمر دي على سراير الاطفال. كانت عجباني قوي شكلها كده ميكي ماوس، حاسه انها مبهجه ومناسبه قوي للعيد. فكانت لذيذه قوي. وكان الاوضه هنا فاضل لها بس ان انا امسحها وافرش السجاد وخلاص. على كده كنت ملمعه الكومودينو والسراير والدولاب وكل حاجه كانت تمام معايا في الاوضه. وكان باقي الشقه كلها برضو كانت تمام يعني. انا كنت فاضل بس عندي ان انا ادي كده تلميعه اخيره للارض واحط السجاد. المهم ان انا يعني ما كملتش، يعني ربنا ما رضاش ان انا اكملها وسبتها ومشيت على كده. الكلام ده كان قبل الفطار، يعني انا كان بعد الفطار على طول هحط السجاد وخلاص على كده. قلت اعمل بقى الفطار. طبعا عارفين وقفة عرفات بتبقى الناس كلها صايمة وكده. فكنت بعمل كده الفطار معاكم. كنت عايزة اعمل حاجة كده تعتبر في طبق واحد، مش عايزة اعمل بقى طبيخ وكده، الجو حر انتوا عارفين. وفي نفس الوقت عايزين نعمل لحمة. فقلت كده هعمل لحمة بطريقة سهلة جدا. ما كنتش حابة بقى ان انا اقطع اللحمة قطع كبيرة واسلقها وكده، لا. انا كنت عايزة اعملها كده كلها مع بعض. قطعت اللحمة قطع صغيرة جدا زي ما انتوا شفتوا كده، كنت متبلاها بشوية بهارات، فلفل اسمر وبصل بودر، توم بودر، شوية مثلا بهارات لحمة، وخلاص على كده مش اكتر من كده. طبعا ما بحطش الملح غير في الاخر خالص، انه بيأخر السوا. المهم نزلت كده على طاسة سخنة. طبعا كنت مسخنة الطاسة كويس جدا، ونزلت عليها بقطعة زبدة. زي ما انتوا شفتوا هي قطعة مش كبيرة، لان طبعا اللحمة فيها دهون وكده، فما حبيتش ان انا اكتر الدهون في الاكل. فيدوب كانت يدوب ربع معلقة سمنة او زبدة يعني. ونزلت بيها كده سخنت جامد، واديت للحمة صدمة. خدت صدمة كده وتشويحة كويس جدا، واتشمعت وبقت تمام. بعد ما حسيت ان هي خلاص كده بقت شكلها كويس، مديه لون معايا حلو، نزلت عليها بالبصله. البصله كده قلبتها معاها ودبلت. وبعد ما نزلت بالبصله نزلت بطماطميه كمان، بس مش عارفه ما كانتش معاكم هنا ليه. واديت لها برضو تشويحه معاها. وبعدين نزلت كده بطبق صغنن زي ما انتوا شفتوا، فيه بسله وجزر. انا قلت لكم ان انا عايزه اعمل كله في حاجه واحده، طاسه واحده كده او حله واحده يعني. قلت كله في حاجه واحده كده، وجنبه شويه رز بالشعريه وتمام قوي كده. وزي ما انتوا شفتوا كده، انا كنت طبعا البسله والجزر دول عندي في الفريزر. وبعد كده اما خدوا تشويحه كويس جدا مع اللحمه والبصل، زودت لهم شويه ميه مغليه. وهوطي عليهم بقى واسيبهم يستوي كده على مهلهم خالص، لاني مش عايزه اعلي النار. مش بحب تسويه اللحمه او الخضار عامه على نار عاليه. وطي النار، سوي اللحمه دايما او الفراخ على نار هاديه، بتبقى طعمها احلى كتير. وزي ما انتوا شايفين كده في الحله الصغنونه دي، عملت كده شويه رز بالشعريه، وكان هو ده الفطار. كان جميل جدا، وحاجه كده سهله وبسيطه وسريعه. بصوا بقى، وانا بقلب هنا الخضار باللحمه حسيت ان فيه شويه ميه، فسبته شويه لان انا عايزاه ما فيهوش ميه. انا عايزاه كده يبقى جوسي شويه، حاجه بسيطه خالص، يبقى ماسك نفسه، مش اللي هو مش عاملين طبيخ يعني.
انا كنت عايزاه زي ما انتم شايفين كده بالظبط، الشكل اللي انتم شايفينه ده اللي هو ماسك نفسه الخضار كده، البسله بالجزر وقطع اللحمه الصغنونه على قد المعلقه، وحلو قوي كده. ده كان شكل الطبق في التقديم بقى كده يعني. قولوا لي كده رايكم فيه، يا رب يكون شكله حلو كده ويفتح النفس. طبعا لما تيجي تعملي اكل سواء لضيوف عندك او في بيتك، اهتم بتقديم الاكل يكون شكله حلو، لان طبعا شكل الاكل الحلو بيفتح النفس، وشكل الاطباق الحلوه. زي ما بقولك على طول، استخدمي حاجتك، طلعي حاجتك اللي في النيش كلي فيها انت وجوزك وولادك. الضيوف اللي هتيجي عندك مش احسن منكم، فاستخدمي كل حاجتك اللي في النيش، ما تفضليش راكنه الحاجه كده وتقولي لا لما يجوا ضيوف. فده كان شكل الاكل كده، كان حلو ومنظم الحمد لله، كان تمام. بعد الفطار على طول بقى انا رحت عند ماما، يعني ما كملتش حتى فرش شقتي، رحت عند ماما. وربنا اراد كده ان انا افرح، وبعت لي حد جميل كده كان جايب لي القشطوطه دي. بصراحه جت في وقتها، عارفين كده لما تحسوا ان انتوا الدنيا مقفله معاكم شويه وربنا كده يبعت لكم حاجه حلوه تطبطب عليكم، انا حسيت كده وقتها. فكان حد جايب لي القشطوطه دي. طبعا دي بتتباع عند بلبن، اي حد اي محافظه فيها بلبن، في محافظات كتير فيها طبعا فروع بلبن، حلوه جدا جدا. بصراحه كده اكلها بيغير المود، بيغير النفسيه، لذيذ قوي يعني. انتوا دايما لما تكونوا في حاجه كده مضايقاكوا ولا معصباكوا، كلوا حاجه حلوه، حاجه فيها شوكولاته، حاجه فيها كده تدي هرمون السعاده وتعليه معاكوا. فهي لذيذه بصراحه. هي عباره عن كيكه برز بلبن بايس كريم، بشوكولاته، بمكسرات، باللوتس، يعني بصراحه لذيذه جدا. فاتبسطت قوي وقتها، وحبيت كده اشارك معاكم اللحظه الجميله دي، واديكم كمان كده اقول لكم ان يعني لما تكون الدنيا مقفله معاكم كده ما تيأسوش، ما تحسوش ان الدنيا خلاص قفلت، لا يعني افرحوا كده وعيشوا كمان جو فرحه العيد، لان احنا في عيد. وعيشوا فرحه العيد، جميل اول عيد بصراحه. افرحوا وافرحوا ولادكم وانتوا نفسكم، اخرجوا، ما تعيشوش في جو نكد ولا جو زعل، لا اخرجوا، جيبوا لنفسكم حاجه حلوه بتحبوها. والله العظيم ما تستنيش حد يفرحك، ما تستنيش حد يجيب لك حاجه حلوه. دايما حطي ده المبدأ قدامك، انتي انزلي خروجي، انزلي تمشي كده في الهوا، جيبي حاجه حلوه لنفسك واقعدي كليها على البحر، اقعدي كليها في اي حته كده، اتمشي اتفرجي على المحلات، جيبي لنفسك ورد يا ستي. المهم ان انتي ما تستسلميش لاي زعل يعدي عليكي ولا اي نكد، لان احنا عايشين في حياه، والحياه كلها مشاكل، كلها بيحصل حاجات ممكن تزعلك تنكد عليكي. ما تستسلميش للجو ده تفضلي تعيطي بقى وتتأثري ونعيش في الجو الدرامي ده، لا مش هنعيش في الجو الدرامي ده. احنا هنتخطى اي موقف يعدي علينا يزعلنا، وهنبسط نفسنا ونفرح نفسنا ونجيب لنفسنا اي حاجه حلوه بنحبها، نروح لحد بنحبه ونزوره ونقعد معاه. لان كلام التليفونات اثر قوي، حكايه المقابلات والزيارات وكده لا. روحي عند صحابك، روحي عند قرايبك، روحي عند ناس بتحبيهم واقعدي اتكلمي معاهم، هتحسي فرق في نفسيتك جدا. اعملي حاجة كده حلوة وروحي لحد فرحيه. يعني بصراحة انك تفرحي نفسك ليها اشكال كتيرة جدا، وفي نفس الوقت لازم نحافظ على النعمة اللي في ايدينا ونقدرها، لاني والله كل حاجة في حياتنا نعمة. حتى لو حاجة بسيطة، انتي وجودك في بيتك وسط جوزك وولادك واستقرارك وكده، كل ده نعمة لازم تحافظي عليها وتقدريها. صحتك وصحة ولادك، لمتهم حواليكي، كل ده نعمة من عند ربنا وحافظي عليها. المهم ان انا بقى اليوم كده ما كانش اخره لطيف شوية، ختم كده بمروحة للدكتور. كنت تعبانة شوية، رحت للدكتور والحمد لله يعني كتب لي على علاج كده، حبة حلوين كمية حلوة. فخلصت الدكتور، رحت جبت العلاج من الصيدلية، وخلاص كده كان ده العيد قفل معايا على كده. فالحمد لله طبعا على كل حال. حبيت كده اشارك معاكم الفيديو النهارده واديكم كده شوية حاجات من اللي حصلت معايا الايام اللي فاتت دي، عشان الناس اللي بتسألني بتقولي فينك، اهو انا موجودة هنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده واتبسطتوا معايا كده. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم في اسعد حال يا رب. ويا رب عيد سعيد عليكم وتكونوا فرحتوا فيه وعملتوا فيه حاجات حلوة كتير. استنوني الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتعليق حلو زيكم. مع الف سلامة حبايب قلبي، في حفظ الله، كل سنة وانتم طيبين.